السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثالث من سلسلة إكسل 2007. كنا قد قمنا في الفيديوهات السابقة بمعرفة طريقة عمل جدول، ووضعنا عمليات حسابية عليه أو لفورمول، وكذا طريقة تحضيره للطباعة. سنحاول في هذا الفيديو التقدم أكثر في خصائص إكسل، ولكن قبل ذلك أتمنى منكم اشتراك في القناة ونشر الفيديو لأصدقائكم المهتمين بالمجال. نبدأ العمل. مثلا عندي قائمة في الإكسل، هذا هو المثال السابق. سنقوم بمثال آخر. حضرت قائمة للعمل عليها، ها هي القائمة. هذه القائمة من أسماء فيها اللقب والاسم، تاريخ الميلاد وبلد الميلاد، وهي عبارة عن مثال فقط لأسماء وهمية. أول شيء أقوم به هو تسمية الأعمدة. هنا عندي اللقب، الاسم، تاريخ الميلاد ومكان الميلاد. سأحاول أن أسمي الأعمدة. أول شيء أضيف السطر في أول الصفحة، أضغط هنا على الخانة الأولى، ثم أذهب إلى Accueil Insérer وأضيف لينيا Insérer دي لينيا، أضيف سطر. ها قد أضاف السطر الأول. أكتب هنا نو اللي هو الاسم أو اللقب. برينو هو الاسم. هنا دات دو نيسونس تاريخ الميلاد، دات دو نيسونس تاريخ الميلاد. وهنا lieu de naissance أو مكان الميلاد. lieu de naissance. سأحاول زيادة في عرض الأعمدة. ثم سأرسم الجدول. كيفية رسم الجدول تكون كالتالي: أعمل تحديد لكل الجدول، ثم أكوي الاختيار هذا، أو هناك طريقة أخرى هي الضغط على يمين الماوس ثم فورما دو سيلول، يعطينا هذو الاختيارات. اختار بوردور، هذا الاختيار، اختار بوردور، ثم أرسم الجدول بهذه الطريقة. أضغط هنا، أضغط هنا حتى يكتمل، ثم أوكي. ها هو الجدول. هنا عندي تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد هو راه بالفورمة هذه. سأحاول كتابته على شكل تاريخ. أعمل تحديد لكامل تواريخ الميلاد، ثم أعمل ضغط بالزر الأيمن على الماوس، ثم فورما دو سيلول، نومبر أو عدد، ثم دات أي التاريخ، ثم أختار الفورما. هنا أختار مثلا هذه، هي تغيرت الفورما. هذه مفترض يعني غير معروف تاريخ الميلاد. هنا قمنا بإصلاح لا دات أو التاريخ، لأنه كان فورما
عدد ثم جعلناه تاريخ. سأحاول عمل بعض التعديلات، مثلا lieu de naissance تاريخ الميلاد، سأجعل كل أماكن الميلاد، أماكن الميلاد باللون الأحمر مثلا. أعمل تحديد لكل الأماكن، ثم في أكاي أختار اللون الأحمر. مثلا أريد كل الحلقات أو الخانات باللون الأصفر، أضغط على أصفر مثلا. هنا نقدر نختار لون آخر، مثلا أزرق أو بني أو رمادي. هنا لون آخر، اختار مثلا اللون الأزرق. هنا اللون، اختار مثلا اللون الأحمر، الأصفر، أي لون اختاره. أستطيع اختيار أي لون، أنا اخترت اللون الأحمر. هذه هي لتغيير الكتابة، وهذه تغيير لون الخانة. مثلا ألون العناوين بلون آخر، الخانات بالنسبة للخانات ولهم باللون الرمادي. بدأ الجدول في التغير. أحاول الزيادة في حجم الكتابة. هنا أقدر أختار مباشرة، لا نلاحظ زيادة في الحجم. هنا عند يعني الحلقة ما تكفينيش أو الخانة ما تكفيش، يصبح العدد أو الكلمة تصبح دياز، عبارة عن دياز. لاحظ أنه تصبح دياز، مثلا 20 هنا تحولت إلى دياز. لماذا؟ لأنه الخانة لا تكفي. استطيع الزيادة في الحجم، زيد أكثر، زيد أكثر. ها هي أصبحت ظاهرة الكتابة. هنا أزيد أكثر، يعني كتابة كبيرة نوعا ما. معليش. هنا مثلا هنا مثلا الكتابة خارجة من الخانة، استطيع استعمال هذا renvoyer à la ligne، يعني يعود إلى السطر. استطيع استعمال أحدد الخانة ثم أضغط على هذه، يهبط إلى السطر. ثم أحدد كل الخانة الأولى، ثم أضغط على هذا الاختيار حتى تكون في الوسط، في وسط. ثم سنتريها. حسنت. أو يمكنني أن أزيد في حجم في حجم العمود. مثلا هذا الجدول أريد إضافة عنوان لهذا الجدول. الجدول لازم يكون عنده عنوان. أريد إضافة عنوان، يعني معناها أني لازم نزيد سطر في بداية الصفحة. أضغط هنا ثم انسيري، وأضغط على انسيري اون لين. ها هو زاد، يعني ما يكفيش هكذا، ما يكونش ظاهر. نزيد سطر آخر. الزيادة بهذه الطريقة تكون دائما فوق الخانة أو السطر المحدد. يعني مثلا حددت هذه الخانة أو هذا السطر، تبع هذا السطر، ثم أضيف، عفوا هنا زدت خانة، هنا سأحاول زيادة السطر، أضيف سطر. هاي 3 أسطر. مثلا هنايا أكتب ليست 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 باللغة الفرنسية، قائمة. نزيد في الحجم تاعها ليست. مثلا نضعها في الوسط. لازم ندير فيزيوني، يعني نرجع 4 خانات خانة واحدة. أعمل تحديد لكل خانة ثم أضغط على هذا الاختيار فيزيوني، كما المرة السابقة في الفيديو السابق. ها هو مسونطري. مثلا أجعلها في اليسار، هنا في اليمين. هنا سونطري، هنا باش نسونطريها، هذه سونطري أفقيا وهذه عموديا. مثلا ليست دي بيرسون، دي بيرسون. ليست دي بيرسون معناها باللغة العربية قائمة أشخاص. مثلا نحب هذه نديرها في خانة، يعني نحددها
نرسم لها تحديد بالأسطر، نحددها، أضغط على الزر الأيمن للماوس ثم أعمل فورما دي سيلول ثم بوردور وأحددها، أختار السطر هنا ونحددها، سطر غليظ نوعا ما. ها هي. هنا نشوف اسكو تجاوزت حجم الصفحة. كما قلت لكم في المرة الماضية لازم نروح لهذا الاختيار، هذا الاختيار اللي يبين لي حدود الصفحة. هنا نلاحظ أني مازال ما خرجتش من الصفحة. ها هو حد الصفحة. مثلا أستطيع الزيادة في حجم النو، حجم برينو اللي هو الاسم ثم تاريخ الميلاد. ها هو الخط المتقطع تشكل، يعني فت الصفحة أو تجاوزت حدود الصفحة. نرجع نوعا ما للوراء، نزيد نزيد، لم يختفي بعد، نزيد نزيد، ها هو قد اختفى. نروح نحاول نشوفه طباعة. هاي الطباعة. هنا نلاحظ أنه بعض الكتابات غير ظاهرة. استطيع الإنقاص آه، في مكان الميلاد أو بلد الميلاد، والزيادة هنا. نعود هنا نقص كالميلاد، هنا ندير انفوايي، هنا هنا كيف يعني لما أتجاوز حجم الخانة يهبط للسطر. أنا نزيد في حجم نو، ونزيد في حجم البرينو. نرجع لامبريسيون أو الطباعة، تحسنت الكتابة. مثلا سأحاول إضافة أعمدة أخرى. نعود للشكل الرئيسي، اختار نورمال أو عادي، يعني عادي. ها الخط المتقطع. سأحاول إضافة أعمدة أخرى، مثلا عمود اسمه، آه، نو برينو نو اسم أو برينو اسم الأب، برينو بير اسم الأب. هنا نو إي برينو مير. هنا ندير عودة إلى السطر، نحاول نكبر الكتابة حتى تصل كما الأعمدة الأخرى. ضعها في الوسط عموديا وأفقيا. هنا سأحاول الزيادة في حجم الأعمدة. أنا أستطيع نقل مثلا هذه الخصوصية لهذه. كيف ندير؟ أحدد الخانة ثم أعمل هذه، يعني أحدد هذه ثم أضغط على هذا الزر ثم أضغط هنا. لاحظ أنه خذا نفس الشكل. ثم نعاود نرجع وندير هذه. هنا راح بالأحرف الكبرى نبدلوها، نديرو برينو بير، برينو مير. نعود للسطر الطريقة هذه، ثم هنا نزيد نعود للسطر الطريقة هذه، ثم نحاول نرسم الجدول. نحدد حتى ينتهي الجدول، نحدد هذو العمودين، ثم أعمل ضغط بالزر الأيمن للماوس فورما دي سيليل وأحدد.
ندير اوكي. هنا ما رسمتش في الوسط، لازم نرسم في الوسط. هنا هاي، هنا نكون رسمت الجدول، ولكن لاحظوا انه هذو العمودين راهم خارج حدود الصفحة. واش هو الحل؟ لو يعني مثلا لو كنت أريد الصفحة تكون بطريقة عادية، يعني عموديا، طريقة عمودية، هنا يلزم لي نقص الكتابة أو نقص الحواشي. والآن سأحاول الإنقاص في الحواشي أو التعديل فيها. أذهب إلى ميزون باج، ثم مارج. ها هي الحواشي. أعمل مارج بيرسوناليزي، أي أنا من أختار. الجهة اليسرى أضع مثلا ومثلا 1 سنتيمتر. الجهة اليمنى 0.8. سأترك الباقي عادي، ثم أعمل أوكي. سأغير طريقة إظهار الجدول. هنايا نلاحظوا أن الجدول تاعي راه فيه في صفحتين، يعني لما أحاول طباعة يظهر لي غير الجزء الأول من الصفحة، الجزء الثاني يظهر في الأخير بعد نهاية جداول، تبدأ الجداول الأخرى. يعني هذا هو المشكل. الحل ما هو؟ يعني لو مثلا الخط المتقطع هذا قربته أو سحبته للخط الآخر نهاية الصفحة، هذا مشكل آخر، يعني راح يكون صح تنقص لي حجم الصفحة. تلاحظوا هنايا في ميزون باج ماتراليشال، حجم الصفحة ينقص لي حتى الطباعة تكون بطريقة غير جيدة، يعني حتى الكتابة تنقص. هنا هذه طريقة مش مليحة. أنايا هنا نغير آه، طريقة الصفحة تكون عموديا، راهي عمودية ردها أفقيا. نروح لميزون باج أورينتاسيون، يعني توجيه الصفحة، ثم أختار بيزاج. اختار بيزاج، تصبح الصفحة بالعرض. هكذا الصفحة راهي بالعرض. نحاول ندير تصغير. ها هي الصفحة، لاحظوا كيفاش تكون امبريسيون. شوفوا الطريقة. هنا نحاول نعدل فيه العنوان نحاول أعمل فيزيوني لكل الخانات، لأني زادوا لي 2 خانات. أعمل فيزيوني. ها هو. يعني هنا واش عملت؟ غيرت وضع الصفحة من في الأورينتاسيون، من أو التوجيه، من بورتري بطريقة عمودية إلى بيزاج طريقة أفقية. هنا يكون عندي بالطبع أسماء. هنا نو إبرينو، عفوا هنا نو إبرينو، اسم لقبوا الاسم، لقبوا الاسم. نشوفوا شيء آخر الآن. مثلا أريد إضافة رأس للصفحة وذيل الصفحة. رأس الصفحة مثلا أعمل فيه عنوان يكون في كل الصفحات، وذيل الصفحة يكون فيه مثلا رقم الصفحة، الرقم. ماذا أعمل؟ أذهب إلى انسرسيون، ثم اون تيت اي بي دو باج، رأس وذيل الصفحة. أضغط عليه. ها هو رأس الصفحة. مثلا أكتب ليست يكون في كل الصفحات. ذيل الصفحة، انتهيت من رأس الصفحة. ذيل الصفحة، ها هو ذيل الصفحة. أعمل مثلا نيميرو دو باج أو رقم الصفحة. أضغط هنا. ها هو رقم الصفحة. هكذا نكون انتهيت من العمل.
نولي للطريقة العادية هنا، لأنه يغير لي إلى حسب الصفحة. نولي للطريقة أفيشاج العادي، ثم أعمل امبريمي. لاحظ أنه إذا حدث تغير، ها هو ليست، ها هي ليست كما راكم تشاهدوا. وهنا نصيب في الأخير، في آخر الصفحة نشوفوا رقم الصفحة. ها هو رقم الصفحة. نشوف هاي الصفحات التوعي. نهبط الصفحة الثانية ليست، نفس الكلمة. الصفحة الثانية، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، وهكذا حتى الصفحة الخامسة. سأقوم بشيء آخر الآن. أحاول ترتيب مثلا قائمة الأسماء. هذه قائمة الأسماء حسب الأحرف، حسب الأحرف مثلا A B C D E F G، حسب الأحرف. يعني نبدأ من الأ حتى للزاد. اش ندير؟ ندير تحديد الكامل، الجدول بما فيه العنوان، ثم أذهب إلى أكوي تريي إي فلتري، ترتيب، يعني الترتيب ترتيب، ثم تري بيرسوناليزي، يعني أنا من أختار طريقة الترتيب. أضغط عليه هنا، أختار بماذا سأرتب، هل بالاسم أو باللقب أو بتاريخ الميلاد أو بمكان الميلاد أو بلد الميلاد. أختار أنا الاسم، يعني يكون هذا حسب السطر الأول المحدد في الجدول، الاسم، ثم من A إلى Z، أو أستطيع من Z إلى A. أنا أختار من A إلى Z، أعمل أوكي. شوف أنه القائمة ترتبت حسب الاسم أو حسب اللقب. أول ثم الأف قبل الأل، A B C D E F G H I J K L، يعني الأ الأولى ثم الأف ثم الأل ثم الأس هي الأخيرة. هنا هذه قامت بترتيب القائمة حسب اللقب. حاول أعمل الآن طباعة القائمة تحسنت. هنا عندنا خط، نضع هذه في كادر. هنا هذه هي لونتات، وهنا لو بي دو باج. هذه لونتات رأس الصفحة، فيها ليست كامل الصفحات، جميع الصفحات كاينة ليست. هذه صفحة فارغة. يعني في هذا الفيديو حاولنا قيام برسم هذا الجدول، وقيام بعض التعديلات عليه، مثل زيادة عدد الأعمدة، زيادة عدد الأسطر، عمل رأس وذيل الصفحة. رأينا طرق في طريقة الترتيب حسب عناوين الجدول. مثلا هذا السطر نريد نزع هذا السطر مثلا، مسح هذا السطر. أضع الفأرة هنا، أضغط حتى يقوم بتحديد هذا السطر، ثم أعمل سوبريمي. هذه طريقة لمسح هذا السطر. نرجع للوراء. اكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. إن شاء الله الفيديوهات القادمة نكمل المسيرة ونعمل أشياء أخرى، تكتشفوا أكثر الإكسل 2007. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتنشروها لأصدقائكم المهتمين بالمجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.